عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة قلب الفيلم. يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. يا مساء الفل والجمال على كل الناس. فيلم النهارده مش معمول للعيال الصغيرة، يعني لو سنك أقل من 18 سنة بلاش تتفرج على الفيلم، لأنه مليان إثارة ورومانسية وحب. من الآخر فيلم تقيل ومش لأي حد. يلا هات كوباية الشاي المتينة واسمعني يا معلم. بيبدأ الفيلم مع بنت جميلة جدا اسمها مورلي، وهي واخدة فستان الفرح بتاعها ومسافرة خطيبها الموجود في إحدى الولايات الأمريكية علشان تجهز للحفلة بتاع زواجها. بعد شوية بتكلم أختها عشان تطمن عليها وكمان عشان تعرف هي سافرت ولا لسه. راحت ردت عليها أختها وقالت لها للأسف ما حجزتش أي تذاكر طيران لحد الآن، وعشان كده ممكن أتأخر شوية. بعد كده مولر بتقفل المكالمة وتكمل طريقها. بعد كده وهي في الطريق بيتصل بيها خطيبها عشان يطمن عليها. فجأة بيتكلم معاها ويقول لها للأسف أنا مشغول جدا ومش هنقدر نسافر أي مكان عشان نقضي شهر العسل فيه. ساعتها مولر بتتعصب عليه وتقفل في وشه السكه. بعد كده بتمشي شويه بالعربيه، لكن للاسف وهي في نص الطريق عربيتها بتعطل بيها. ساعتها من سوء حظها مفيش ولا عربيه بتعدي من جنبها علشان تساعدها او تشدها. ساعتها مولر بتحتار ومش عارفه تتصرف ازاي لان المكان صحراء والطريق مقطوع. راحت مسكت تليفونها وفكرت انها تتصل بالنجده، لكن وقتها للاسف التليفون مش بيلقط شبكه. وقتها بتحاول تصلح العربيه لوحدها لكن للاسف بتفشل. فجاه بيظهر قدامها شخص غريب الملامح اسمه كريستيانو وعرض عليها المساعده. راحت قالت له العربيه بتاعتي اتعطلت ومش عارفه اصلحها، كمان التليفون مش بيلقط شبكه علشان اتصل باي حد يجي يساعدني. بعد كده كريستيانو بدا يصلح في العربيه وبعد شويه نجح انه يشغل العربيه مره تانية. وقتها مولر فرحت جدا وفضلت تشكره. ساعتها مولر بتساله عن سبب وجوده في المكان ده. راح قال لها انا شغال في مكان قريب من هنا انا ووالدي. ساعتها مولر بتطلب منه انه توصله للمكان اللي هو رايحه، لكن كريستيانو رفض وقال لها كملي انت الطريق مع السلامه، المكان قريب من هنا. بعد كده مولر اتحركت بالعربيه بتاعتها لكن فجاه وقفت وفكرت انها تساعد كريستيانو زي ما ساعدها. راحت نادت عليه واصرت انها توصله للمكان اللي هو رايح، وفعلا بيركب معاها العربيه ويتحركوا. وهم ماشيين بالعربيه بدات مولر تحكي له عن حياتها وعن خطيبها وعن العرس بتاعها اللي هيكون بعد ايام، وانها مسافره عشان تعمل بروفه لحفل زفافها. وكمان كلمته عن اختها اللي بتدرس قانون في جامعه سان فرانسيسكو، وهم الاثنين كانوا بيتكلموا مع بعض ويسلوا بعض في الطريق. بعد كده كريستيانو بيحكي لها على الصدفه الغريبه اللي جمعتهم وعن السبب الغريب اللي خلى العربيه تعطل في المكان ده. ساعتها مولر بتستغرب من الصدفة وحست ان في شيء خطر هيحصل. بعد شوية وهما ماشيين بالعربية بدأ كلام كريستيانو يتغير ويتحرش بيها ويقول لها كلام خادش وحساس وعاوز يستغلها عشان وحدها. ساعتها مولر خافت وانزعجت من كلامه ووقفت العربية وطلبت منه انه ينزل. ساعتها كريستيانو بيطلع سكينه ويهددها بالقتل وقال لها انا ما طلبتش منك انك توصليني، انت اللي اصريت على كده وعرضت عليا المساعده، فلازم توصليني للمكان اللي انا رايحه. وقتها مولر اترعبت واتحركت بالعربيه تحت تهديد السلاح. ومن كلام كريستيانو مولر بتعرف انه شخص مجنون ومختل عقليا وبيعاني من امراض نفسيه كتير. بعد شويه وهو بيشد حزام الامان بتاع العربيه قررت مولر انها تجلب العربيه في المنخفض علشان تخلص عليه وما تروحش معاه، يمكن حد يشوفها ويساعدها. وفعلا العربيه بتتقلب بيهم هما الاثنين وكريستيانو يطير من العربيه ومولر تفقد الوعي. بعد شويه بيرجع لها الوعي وتفوق من الصدمه وتحس ان جسمها كله اصابات وجروح وكمان رجلها بتكون محشوره في السياره. ساعتها فضلت تحرك رجلها عشان تحاول انها تطلعها من جسم السياره المحشوره فيها، لكن للاسف رجلها بتكون محشوره بقوه في جسم العربيه وجالها يأس وحست ان مفيش فايده. بعد كده بدأت تدور على التليفون علشان تتصل بالنجدة او اي حد يجي يساعدها. في الفترة دي كلها كريستيانو بيكون واقع بره العربية ومغمى عليه. وقتها مولر بتشوف من مراية العربية كريستيانو مرمي على الارض ومغمى عليه وفاقد الوعي. بعد شوية بتشوف السكينة بتاع كريستيانو مرمية خارج العربية. راحت مدت جسمها لحد ما وصلت ليها، راحت خبتها وخلتها معاها. بعد شوية كريستيانو بيسترد الوعي بتاعه وراح عندها وبدأ يتكلم معاها ويقول لها في دم كتير بينزل من رجلك واحتمال الشريان بتاع رجليك يكون اتقطع وانت هتنزيف الدم اللي موجود فيك وهتموتي بعد شويه. بعد كده سابها ومشي وقال لها اعتمد على نفسك ومرضيش يساعدها. بعد شويه فضلت تدور على التليفون بتاعها علشان تتصل بالنجده او اي حد يجي يساعدها قبل ما يحصل لها نزيف وتموت مكانها، لكن للاسف مش بتلاقي التليفون بتاعها. بعد كده بدا عليها اليأس والاحباط وفضلت تصرخ وتنادي باعلى صوتها على اي حد قريب منها يجي يساعدها، لكن لسوء حظها محدش بيرد عليها لانها في مكان مقطوع. ومولر فضلت تبكي وتعيط لحد ما نامت مكانها.
وبسبب برودة الجو في نص الليل بتصحى وتلبس ملابسها. تاني يوم الصبح بتصحى من النوم بسبب الحشرات اللي بتاكل في جسمها. ساعتها فضلت تضرب فيهم عشان تبعدهم. بعد شويه فضلت تتلفت على اي شيء موجود في العربيه عشان تاكله، لكن للاسف مش بتلاقي حاجه جنبها. لكن ساعتها شافت المحفظه بتاع كريستيانو وطلعت بطاقه الهويه بتاعته وخلتها معاها احتفظت بيها. بعد كده بيدخل عليها الليل وتنام لتالت يوم الصبح وتصحى على صوت الغزلان اللي قريبه منها. بعد شويه بتسمع صوت بيقرب منها وبدات تدور على مصدر الصوت بمرايه العربيه المكسوره. ساعتها بتتفاجئ بالشخص المجنون كريستيانو واقف قدامها ومش راضي يساعدها. بعد كده راح عندها واتكلم معاها وقال لها انا لقيت بيت قريب من هنا، لكن البيت فارغ واصحابه مش موجودين فيه، واعتقد انهم هيرجعوا بعد شويه. وكمان بيقول لها ان دور على تليفون عشان يساعدها، لكن للاسف ما لقيش تليفون. فجاه بيسالها انت ليه عملت كده وقلبت العربيه؟ انا لو عاوز اخلص عليك كنت عملت كده قبل ما نوصل للفندق. بعد كده مولر بتطلب منه شويه ميه علشان هي عطشانه وما شربتش من 3 ايام. وقتها كريستيانو بيضحك ويطلع ميه من اللي معاه ويشرب هو وما يرضاش يديها. ساعتها مولر بتسأله انت ليه بتعمل معايا كده؟ راح قال لها احكي لي على اول قصة حب ليكي. ساعتها مولر بتستغرب من كلامه وما رضتش ترد عليه. وقتها كريستيانو بيقرر انه يسيبها ويمشي. راحت طلبت منه انه يستنى وحكت له على اول قصة حب ليها. ساعتها فضل يضحك على كلامها لانه حكت له قصة مش حقيقية. وبعد كده بيسيبها ويمشي. وبيجي الليل ومولر بتقرر تكتب رسالة لخطيبها وبتطلع بطاقة الهوية بتاع كريستيانو وتاخد منها كل المعلومات الموجودة. وفي نهاية الورقة كتبت اللي عمل فيا كده واحد اسمه كريستيانو، وهي عملت كده عشان لو ماتت الشرطة تعرف توصل للقاتل. بعد كده بيغلبها النوم وتنام، لكن بتصحى على صوت الفئران اللي في كل مكان حواليها. وقتها بتترعب وتبقى خايفة وتحاول انها تضربهم وتمشيهم من السيارة، وكمان بتنجح انها تقتل واحد منهم. ومن شدة الجوع بتاكل الفار اللي خلصت عليه. ورابع يوم الصبح بتصحى على صوت التليفون بتاعها واخيرا عرفت مكانه وخدته وبدأت تتصل بأي حد عشان يجي يساعدها. لكن وقتها بتشوف كريستيانو جاي ناحيتها ومعاه شنطة في ايديه. ساعتها بيتكلم معاها ويقول لها ان اهل البيت جم وخلصت عليهم كلهم. بعد شوية عينيه بتيجي على بقية الفار اللي كلته مولري وقال لها انت خلاص بديت تعتمد على نفسك وتتكيفي مع الواقع وانا فخور بيكي جدا. بعد كده مولر بتساله على الشنطه اللي معاه. راح قال لها انا جايب لك حاجه معايا يمكن تساعدك. وقتها وهو رايح يفتح الشنطه التليفون بتاع مولر بيرن. ساعتها كريستيانو بيتعصب ويغضب منها وكمان بيخطف التليفون منها. ساعتها مولر بتحاول تضربه بالسكينه وقالت له خلاص انا اتصلت بالشرطه وعرفتهم كل حاجه وهم جايين في الطريق بعد شويه. ساعتها كريستيانو بيمسك التليفون ويدور في المكالمات ويعرف انها ما اتصلتش بحد وبتكذب عليه. وقتها بيتعصب ويتنرفز اكتر ويرمي التليفون على الارض ويكسره. ساعتها مولر بتساله انت عاوز مني ايه؟ موتني وخلصني من العذاب اللي انا فيه. راح رد عليها وقال لها انا مستمتع جدا باللي بيحصل وهعذبك وهموتك بالبطيء. بعد شويه بيقول لها انا هساعدك وهديك فرصه واحده والفرصه دي مش هكررها تاني. وقتها بدا يطلع من الشنطه اللي معاه شاكوش وشويه مسامير وكمان بيطلع لها منشار. وقتها مولر بتقول له هتعمل بيها ايه؟ راح رد عليها وقال لها انت اللي هتعملي، انا مش هعمل حاجه. راحت قالت له انا مش هقدر اقطع حديد العربيه لاني مش عارفه اتحرك. راح كريستيانو قال لها انت مش هتقطع الحديد، انت هتقطع رجليك يا حلوه. ساعتها مولر قالت له انت شخص مجنون ورفضت تعمل كده. راح قال لها خلاص خليكي في العربيه لحد ما تموت ومحدش هيجي هنا يساعدك وانا كمان مش هخلي حد يقرب من العربيه ويساعدك. لازم يا حلوه تعتمد على نفسك وتخرجي نفسك من اللي عملتيه عشان تعرفي مره تانية تقلبي العربيه، واعرفي ان دي اخر فرصه ليكي وانا عاوز اساعدك وانت مش عاوزه تضحي برجليكي. ساعتها كريستيانو بيديها المنشار ويقول لها خلصي نفسك عريسك مستنيكي، ولما تحضري الفرح برجل واحده عادي الناس مش هتقول حاجه، لازم تتحملي الالم والتعب شويه علشان خاطر تنقذي نفسك وتلبسي فستان الفرح الجميل الموجود في العربيه. وفعلا مولري خدت منه المنشار وحاولت انها تكسر الحديد الموجود حوالين رجليها لكن للاسف ما قدرتش. بعد كده كريستيانو بيسيبها ويمشي وبيجي الليل والدنيا تشتي والمطر بينزل. راحت طلعت ايديها من العربيه وشربت. بعد كده بتمد ايديها وتشغل الراديو بتاع العربيه وبتسمع صوت المذيع وهو بيتكلم عن حاله طوارئ بسبب سوء الاحوال الجويه. وبيعلن المذيع ان فرق الانقاذ هتكون موجوده في كل الطرق ودي بتكون فرصه لمولري عشان تطلب المساعده من فرق الانقاذ. بعد شويه بيروح عندها كريستيانو عشان يطمن عليها. ساعتها بيتكلم معاها لكن وقتها بتعمل نفسها ميته ومد ايديه وفضل يحرك فيها لكن هي فضلت ثابته وما اتحركتش. ساعتها كريستيانو بيقرب منها اكتر. راحت مولري بسرعه ضربته بالسكينه اكتر من مره لكن للاسف الضربات مش بتاثر فيه وكمان خدت منه جهاز الطوارئ عشان تشغله وفعلا مولري بتدوس عليه وتفعله. ساعتها كريستيانو بيروح عند عربيته علشان يشوشر على صوت مولري. في الوقت ده ضابط الشرطه بيجي على صوت اشاره جهاز الطوارئ اللي عملته مولري وفعلا بيشوف كريستيانو هناك ونزل من العربيه عشان يساعده.
وقتها كريستيانو بيكذب عليه ويقول له دي كانت مشكله صغيره في العربيه وصلحتها. بعد شويه ضابط الشرطه بيسمع صوت مولري وهي بتصوت وتطلب المساعده. ساعتها بيقرب من المنخفض عشان يحدد مكان الصوت. وقتها كريستيانو بيقرب من ضابط الشرطه. بعد كده المطر بينزل في كل مكان بقوه ومياه المطر تتحول لسيول وتنزل في المنخفض في اتجاه عربيه مولري. ساعتها مولري بيشوف ميه المطر جايه عليها من كل مكان. وقتها مولري بتيأس وتقرر انها تقطع رجليها. وفعلا بتمسك المنشار وتقطع حته صغيره من رجليها ومن شده الالم ما قدرتش تكمل. بعد شويه المطر بيزيد اكتر واكتر والميه تعمل سيول وتحرك العربيه من مكانها. فجاه مولري بيطلع على رجليها وطلعت من العربيه واتحركت بعيده عن المطر. بعد شويه بتشوف بيت في اعلى الجبل موجود قدامها وخمنت ان البيت الموجود فيه كريستيان اللي قتل كل الناس اللي موجوده فيه. ساعتها بتقرر انها تروح هناك وفضلت تسحب لحد ما وصلت لشباك البيت. وهناك شافت كريستيان بيضرب ويعذب في الضابط لحد ما خلص عليه وموته. بعد كده قررت انها تدخل جوه البيت. ساعتها بتشوف ناس كتيره مقتوله والجثث بتاعتهم في كل مكان. من حسن حظها بتقع في مسدس الضابط وتاخده. بعد شويه بتشوف بنت صغيره مربوطه من ايديها فقررت انها تروح عندها وتساعدها. بعد كده كريستيانو بيلبس البدله بتاع الضابط علشان يطلع الطريق ويوقف العربيات ويخلص على الناس الموجوده فيها. بعد كده كريستيان بيروح للغرفه اللي فيها البنت الصغيره. وقتها مولر بتحس بيه وتستخبى. ساعتها كريستيان كان بيحكي مع البنت الصغيره. بعد شويه مولر بتهجم عليه وترفع عليه المسدس وفعلا بتضربه بالمسدس لكن للاسف الطلقه مش بتيجي فيه. في اللحظه دي كريستيان بيهجم عليها لكن بتنجح انها تهرب وتستخبى منه ودور عليها في كل مكان لحد ما لقاها وسحبها من رجليها وكان خلاص هيخلص عليها لكن بتنجح انها تضربه وتختفي من المكان. وقتها بيطلع في البلكونه يدور عليها لكن مولر بتيجي من وراه وبكل قوتها بتزيحه وبترميه بره البيت. ساعتها رجليه بتتكسر ويقع في الفخ اللي معمول للحيوانات. ساعتها مولر بتشوفه وتنزل عليه من فوق وتتكلم معاه وتذله زي ما كان بيذلها وقالت له انا بحب العدل وهساعدك زي ما ساعدتني وهديك فرصه اخيره ومش هكرر الفرصه دي تاني. راحت عطت له السكينه بتاعته وقالت له انقذ نفسك واقطع رجليك. بعد كده خدت البنت الصغيره وسابته ومشت وهو رجليه بدات تنزل بقوه لحد ما مات. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس.